عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بياكم أينما كنتم وسدد خطاكم. اليوم إن شاء الله بإذن الله جلسة تعذيب لكبار الشياطين، شياطين الماسونية، السحرة كبار. خلاصة الحالة أن شاب يعاني من تعطيلات وأمراض وأسحار قوية جدا، وهذا الشاب زوهري وكان وقع في يد، هو ضحية من ضحايا الرقاة المزيفون والروحانيين، أصحاب حرق وحريقة تحضرون ذاك التخربيق ديالهم، فدمروا حياته. فإن شاء الله بإذن الله اليوم تكون جلسة تعذيب وقتل بإذن الله تبارك وتعالى، وشديدة على كبار السحرة، جن الطيار، الغواص، تعابين الحياة، القردة، التنين، ملوك الدم، ملوك الزوهرية بإذن الله. ففيها إفادة لكم إن شاء الله بإذن الله، فاستمعوا وتدبروا. ممكن تشخص حالتك دير ليزيكوتور تسمع، ما تأثرتي بهذه الحالات فأنت زوهري، وأنت ربما زوهري الدم. فإن شاء الله بإذن الله تكون فيها فائدة، وإن شاء الله نجعل ثواب وأجر هذه الجلسة علينا وعلى جميع المسلمين إنسان وجن. إن شاء الله بإذن الله نبدأ بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لك الحمد والشكر حتى ترضى، ولك الحمد والشكر إذا رضيت، ولك الحمد والشكر بعد الرضا. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا موفقين مسددين ملهمين منصورين بقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا،
اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين أينما كانوا إنسا وجنا، اللهم أذل الكفار والمشركين والسحرة والمنافقين أينما كانوا إنسا وجنا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، عالم الغيب والشهادة، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تنصرنا على القوم الظالمين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم أظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اظهر دينك على الدين كله، اللهم اظهر دينك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم يا من يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، اكشف السوء عن إخواننا إنسا وجنا المرضى. اللهم افك بقوتك أسرهم واجبر برحمتك كسرهم واشفهم من عندك يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض ومريضة يتألم في صمت، وتول بعنايتك أمرهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، وكل المسلمين والمستضعفين إنسا وجنا، وفرج همهم ونفس كربهم وأقل عثرتهم، وتول بنفسك أمرهم يا رب العالمين، وارفع رايتهم واكبت عدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم وحد صفوف المسلمين إنسا وجنا، اللهم وحد صفوف المسلمين إنسا وجنا، واجمع كلمتهم وردهم إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم لا أبر بهم منك ولا أرحم بهم منك ولا أرأف بهم منك، اللهم هم منك وإليك. اللهم فاجعل الدائرة لهم لا عليهم والنصر حليفهم يا رب العالمين. يا خير من سئل وأجود من أعطى وأكرم من عفا وأعظم من غفر وأعدل من حكم وأصدق من حدث وأوفى من وعد وأبصر من راقب وأسرع من حاسب وأرحم من عاقب وأحسن من خلق وأحكم من شرع وأحق من عبد وأولى من دعي وأبر من أجاب. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح والتوفيق وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني يا ربي وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي، وأسألك يا رب الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصنني يا رب العالمين وتنور قلبي وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد والشكر إذا رضيت، ولك الحمد والشكر بعد الرضا. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إليك يا رب العالمين. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر، وارحمنا برحمتك فأنت بنا راحم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، اللهم وحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفر، اللهم قاتل الكفر، اللهم قاتل الكفر الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفر الذين أوتوا الكتاب إله الحق. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك
على نبينا وسيدنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باسمك اللهم بدأنا ولك توكلنا، باسمك اللهم بدأنا ولك توكلنا، باسمك اللهم بدأنا ولك توكلنا. أبدأ بسم الله متوكل على ربي، وأخاطب كبار ملوك الماسونية. من أعظم نعم الله جل وعلا على عباده إنسا والجن نعمة الهداية لهذا الدين. الله جل وعلا يقول: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والله جل وعلا قال عن نبيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وامتن الله جل وعلا على أهل الجنة بهذه النعمة فقال: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإن نعمة الإسلام نعمة من أجل النعم، ويجب على كل مسلم إنسا وجن أن يحمد الله تعالى ليل نهار على هذه النعمة الكبرى والمنة العظمى، إذ جعله ربنا من أهل التوحيد الخالص والدين الحق. يا معشر الجان، يا من تسمعون، إن الدين عند الله الإسلام. ويقر الله جل وعلا رب العالمين ردا على مزاعم اليهود والنصارى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال أبو الأنبياء نوح عليه السلام: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. تتابعت كل الرسل والأنبياء على قولهم وأمرت أن أكون من المسلمين، حتى جاء الحبيب المصطفى عليه صلوات ربي ليختم هذه المسيرة ويقول: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اسمع جيدا يا جن يا جنية: وأمرت لأن أكون أول المسلمين. من هنا يتأكد لنا ولكم أن الدين عند الله والإسلام منذ خلق الله آدم حتى تقوم الساعة. فليس هناك دين يسمى يهودية، ليس هناك دين يسمى نصرانية، ماسونية، ماجوسية، كما أنه ليس هناك مسمى آخر للإسلام كما تزعم بعض الفرق المنتسبة للإسلام. فكل اختلافات واختلاقات يزعم أصحاب المصالح ليتاجروا بهذا الدين واتباعا لهوى من الأهواء التي يعود تملقها بعرض من أعراض هذه الأرض، وتفسد الذمة حتى ما يتحرج القلب من الكذب على الله جل وعلا وتحريف كلمات من مواضعها لتمليق عباد الله الإنسان والجن. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا معشر الجن، يا من تسمعون، إن دين الله واحد جاءت فيه الرسل جميعا وتعاقدت عليه الرسل جميعا، وعهد الله واحد أخذ على كل رسول عهد، إذ قال الله جل وعلا: اسمع، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم
لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أسمعت؟ أخذ الله جل وعلا موثقا جليلا شهد عليه وأشهد عليه كل رسله، موثقا على كل رسول أنه مهما أتوا من كتاب وحكمة ثم جاء رسول من بعده مصدقا لما معه أن يؤمن به وينصره ويتبع دينه، وجعل هذا موثقا وعهدا على كل رسول. أسمعت؟ والقرآن يطوي الأزمنة المتتابعة بين الرسل والأنبياء، يجمعهم كلهم في مشهد واحد، والله جل وعلا يخاطب جملة: أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري، فأجابوا أقررنا، فيشهد ربنا الجليل على هذا الميثاق ويشهدهم عليه قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الله سبحانه وتعالى هو الذي ينقل خطى هذه الدعوة بين أجيال البشر والجن، ويقود هذا الموكب ويصرفه كيف يشاء، ويخلص دين الله بهذا العهد وبهذا التصور. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إن دين الله دين واحد جاءت فيه الرسل جميعا وتعقدت عليه الرسل جميعا، وعهد الله وأخذ العهد على كل الأنبياء والرسل، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وكل هذه الشرائع ترجع إلى العدل في وقت شرعتها. فمن تولى عن الإسلام فقد تولى عن دين الله كله وقد خاس بعهد الله كله. والإسلام الذي يتحقق في إقامة منهج رب العالمين في الأرض واتباعه والخلوص له. نعم، هذا ناموس هذا الوجود، ولا مناص للعبد إنسا وجنا حين يبتغي سعادته وراحته وطمأنينة باله وصلاح حال من الرجوع إلى منهج الله في ذات نفسه. فهذا هو الدين الواحد الموحد لكل الخلق إنسا وجنا، الذي شرعه خالق كل شيء وجمع عليه كل الرسل الأنبياء، وهو ماذا؟ دين الإسلام. أما الذين يهرولون لتلبية مطالب اليهود والماسونية العالمية، نعم، أتباع المسؤول من الجن والإنس، فسوف يخزيهم الله في الدنيا والآخرة. سوف يخزيهم الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. فلهذا أدعوكم إلى دين الحق، أدعوكم إلى الحياة الطيبة، حياة جميلة يعيشها قلب المؤمن مطمئنا بقضاء الله تعالى، منشرحا بما قدره عليه وسعيدا بإيمانه بربه تعالى. الحياة الطيبة في دين الله حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة رب العالمين ومحبته والإنابة عليه والتوكل عليه. فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها، ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة. نعيم الجنة مهما بلغت الظروف. الأمر العظيم هو الثبات على الإسلام حتى لقاء الله عز وجل. قال يوسف عليه السلام: توفني مسلما ألحقني بالصالحين. وكان من أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فاتقوا الله رب العالمين وأسلموا لله تسلموا. هذه موعظة لكم. لا دين غير دين الإسلام، لا دين غير دين الحق والنور، دين الهداية. فمن أسلم لله فهو الفائز، ومن أرادها حربا
ومن كفر برب العالمين فهو الخاسر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهديكم يا ما تسمعون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح قلوبكم بالقرآن. يا معشر الجان، نعم في زماننا هذا دجالون مزورون روحانيون شياطين الإنس، نعم يموهون على الناس ويخلطون الهدى والضلال، يلبسون الباطل بما يشبه الحق، يظهرون في صورة علماء مشايخ رقاء مفتين سياسيين محنكين كبراء مطاعين، ويزعمون أنهم يدعون إلى تصحيح الدين أو سلوك طريق الاعتدال والتوسط، فيحدثون بأحاديث مكذوبة، يبتدعون أحكاما باطلة ويتجاوزون فيصححون اعتقادات فاسدة. هذا هو زماننا. ومن هنا أقول لكل من يسمعني أن هناك حربا شرسة الآن على دين الإسلام. إبليس الملعون الكبير يريد أن يحصد أكبر عدد ممكن من جنود الدجال تمهيدا لخروجه، والخروج قريب والعلم عند الله. أصبحنا نجد السحرة والروحانيين نجدهم في كل مكان في كل وقت أكثر من الجن والشياطين. الكل يحارب المسلمين، الكل يخدم مصالح إبليس والماسونية، الكل يحاول أن يسحر الناس بكل شتى الطرق والوسائل، والناس في غفلة والمسلمون نيام لا يعلمون ولا يدرون ما ينتظرهم وما يخطط لهم. ولكن للبيت رب يحميه، للبيت رب يحميه. سوف نبقى بإذن الله جل وعلا شوكة عالقة في حناجر السحرة. سوف نحارب السحرة بإذن الله جل وعلا، ونحارب الكفر إنسا وجن حتى مماتنا. لن نتوقف، لن نستسلم، لن نتراجع. سوف ندافع عن ديننا، وندافع عن سنة حبيبنا، وندافع عن نبينا، وندافع عن ربنا حتى يتوفانا الله مهما بكنت الظروف والنتائج. اتقوا الله رب العالمين يا من تسمعون. أطيعوا ربكم ولا تعصوه، واشكروه ولا تكفروه، واحمدوا على الهداية إلى الصراط المستقيم والملة الحنيفية. قل إنني هداني ربي إلى صراط المستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم اعلموا أن ما يروج له بين حين وآخر مما يسمى بوحدة الأديان، سواء بالدعوة إلى ذلك أو ببناء بعض المساجد والمعابد السرية في مكان واحد تحت اسم البيوت، بيوت الله، أو بالدعوة إلى طبع القرآن والتوراة والإنجيل في كتاب واحد. اعلموا أن كل هذا مرفوض شرعا ومحرم قطعا. لا يجوز لمسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا لا تقبله وتصديقه. وإنما الهدف من كل هذا خلط الحق بالباطل يا معشر المسلمين. الهدف هدم الإسلام، تقويض دعائمه، وجر أهل الإسلام إلى ردة شاملة بإلغاء الفوارق بين الإسلام والكفر، كسر حاجز الولاء للمؤمنين والبراء من الكفار المشركين. ولا يزالون يقاتلكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء، فاتقوا الله واحذروا واسألوا الثبات على الحق حتى الممات. هذه وصيتي لكم.
وصيتي للإنس والجن الذي يسمعني: لا تغتروا بالمظاهر، لا تغتروا بالأشكال، لا تغتروا بالكلام، فأنتم يا معشر المسلمين غافلون عما يروج وراء الستائر، ولا تعلمون ما يخطط لهذا الدين. نسأل الله الثبات، نسأل الله العظيم أن يحفظ ديننا، نسأل الله العظيم أن ينصرنا على الظالمين، نسأل الله العظيم أن يرفع راية الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان. اللهم إنا ندافع عن دينك فدافع عنا يا رب العالمين. فهذا الدين الإسلام منهج متكامل مبني على 3 أمور: عقيدة تعمر القلب وتؤسس القناعات والتصورات، ثانيها عبادات بدنية ومالية تزكي الأخلاق والتصرفات، ثالثها نظام شامل يحكم وينظم سائر شؤون حياة الإنس والجن. دين الإسلام دين سهل الفهم معتدل المنهج، يتلائم مع الفطرة السليمة للإنس والجن ويتوافق مع العقل والمنطق والواقع. دين الإسلام منهج إيجابي حي يرتفع بالإنس والجن ويرتقي به حسا ونفسا وتهذيبا وأدبا وتعاملا. كنتم خير أمة أخرجت للناس. يا من تحاربون هذا الدين، هذا الإسلام منهج رباني معصوم لا خلل فيه ولا قصور، وحين يبتعد الإنس والجن عن تطبيقه أو يخطئون فلا يلام الإسلام لذلك، وإنما يلام المسلمون. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل حكيم حميد. يا من تحاربون هذا الدين، دين المحبة والإخاء، دين يبني العلاقات، يمد جسور التواصل بين الخلق، يأمر ببر الوالدين، بصلة الأرحام واحترام الكبير ومساعدة المحتاجين، يكون الجميع إخوان متحابين متعاونين. إنما المؤمنون إخوة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخر من الخاسرين. اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين، اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نحن الحمد لله قوم أعزنا الله بالإسلام، فالحمد لله الذي تفرد عزا ومجدا وجلالا، الحمد لله الذي تقدس بهاء وسناء وجمالا، وتوحد عظمة وكبرياء وكمالا. تبارك ربنا سبحانه وتعالى. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، يا ذا الجلال وذا الجمال وذا الهدى، يا منعما عم الوجود ندى، شملت لطائفه الخلائق كلها، ما للخلائق كاف إلا هو، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ومصطفاه. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اسمعوني جيدا جميعا، أخاطب الإنس والجن. سيظل الحق والباطل في صراع دائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وتبعا لذلك سيظل الخلاف قائما بين أهل الحق وأهل الباطل، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. والحكمة من ذلك بينها ربنا
ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. واعلموا أن دين الإسلام العظيم مبني على مخالفة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. نعم، والحبيب المصطفى قال: خالفوا المشركين، خالفوا اليهود، خالفوا أهل الكتاب، من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم حشر معهم. فاحذروا، تبعوا دينكم، تبعوا سنة حبيبكم، ولا تغتروا. والله جل وعلا رفع قدر هذه الأمة، أمة الإسلام إنسا وجنا، وشرفها واصطفاها وأكرمها وأعزها واجتباها، وجعل خير أمة أخرجت للناس، وجعل أمة الحبيب المصطفى الخاتم المبعوث رحمة للعالمين. وهو يقول: جعلت أمتي خير الأمم. أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. أمتي هذه أمة مرحومة. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. إن أمة الخيار والعدل والوسيطة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. تمسكوا بدينكم، أقبلوا على ربكم، سارعوا إلى الإسلام، فإن هذه الأمة أمة مرحومة من العذاب. هذه الأمة محفوظة من الهلاك. هذه الأمة تمرض لكنها لا تموت. هذه الأمة تغفو لكنها لا تنام، تخبو لكنها لا تنطفئ. أمة الحضارة والريادة، أمة القيادة والسيادة، أمة التاريخ والجغرافيا، أمة البيت العتيق والكعبة المشرفة والمشاعر المقدسة والروضة الشريفة. أمة الإسلام، أمة الشفاعة والحوض والكوثر، أمة الحديث والإسناد، أمة القياس والإجماع، أمة القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. أمة تجتمع، لا تجتمع على الضلالة. أمة هي الأقل عمل والأكثر أجرا. هذه الأمة حفظها ربنا تؤجر الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أمة السلام، أمة الآذان والوضوء والتأمين والصفوف المستقيمة في الصلاة، أمة الركوع والسجود، جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوه من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أمة الإسلام، أمة الحبيب المصطفى شهداء الله في الأرض، وهم الشهداء على الأمم يوم القيامة. أمة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأول الأمم جوزا على الصراط، الأمم دخولا للجنة، أكثر أهل الجنة عددا وأوسعهم مكانا. فعجبا لأمة هي خير الأمم وأكرمها على الله، عجبا لأمة أعز الله بالإسلام وبكل هذه الخصائص والمزايا، ثم يهوي بعض أفرادها إلى دركات الذلة والتبعية. يقلدون أمة الضلال، أحفاد القردة والخنازير، عباد العجل، قتلة الأنبياء، يسيرون خلفهم حذوة القذة بالقذة، فيمرون بهم على المزابل والمستنقعات، ويدخلهم حجور العفن والآفات، ويزين لهم الشبهات والشهوات.
فكم في ذلك من الضعف والدنيا ومسخ، ومن يهن الله فما له من مكرم. تأمل أيها المسلم، أيها العبد، تأمل في قول الله تعالى في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. المسلم إنسان وجنة يتيقن أنه لن يجني من الشوك العنب، وأنه كلما اقترب من أهل الكفر والضلال حسيا ومعنويا فهو على خطر عظيم. فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. لا تركنوا ولا تركنوا إلى الدين، ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما تسمعون، كونوا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اخشوا ربكم فإن الدنيا زائلة، الدنيا لا تساوي عند الله شيء. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتوفنا مسلمين. الحمد لله. أرى الآن التوحيد في اليمين والشمال. الحمد لله الذي هداكم. فهناك من يريد الإسلام في اليمين وهناك من يريد الإسلام في الشمال. الحمد لله. سبحانك ربي إنك تهدي من أحببت، إنك تهدي من تشاء يا رب العالمين. أنت رب القلوب، يا من تهدي العاصي والكافر، يا أرحم الراحمين. يا رب إنك عظيم ما عظمناك حق عظمتك، يا رب ما قدرناك حق قدرك، يا رب أنت أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته إنسان وجنا، ولا هما إلا فرجته إنسان وجنا، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا
وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا يا ربنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لا وأتممها علينا يا رب العالمين. اللهم أنت الذي خلقتنا فأنت تهدينا، وأنت الذي تطعمنا وتسقينا، وإذا مرضنا فأنت تشفينا، أنت الذي يميتنا ثم يحيينا، وأنت الذي نطمع أن يغفر لنا خطايانا يوم الدين يا رب العالمين. احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة دار الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، اللهم هذا الجود وعليك التكلان يا رب العالمين. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعلى جنة الخلد يا رب العالمين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، واصلح لي شأني كل لا إله إلا أنت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخزن ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتحا مبينا، واهدنا صراطا مستقيما، وانصرنا نصرا عزيزا، وأتم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك. اللهم أعنا على شهوات أنفسنا وقسوة قلوبنا وضعف إرادتنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد غيرك. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشغل قلوبنا بحبك، وألسنتنا بذكرك، وأبداننا بطاعتك، وعقولنا بالتفكر في خلقك والتفقه في دينك. اللهم اشف مرضى المسلمين أينما كانوا إنسا وجنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعافي مبتلانا، وفك أسرانا، واجبر كسرانا يا رب العالمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل خير عمرنا أواخره، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
الإسلام يا عبد الله؟ قل معي: أشهد أن لا إله إلا الله. أنطقها أنت في اليمين وفي الشمال، قولوا بقلوبكم وعقولكم وكل جوارحكم. قولوا: أشهد أن لا إله إلا الله. هيا أنطق، ولا تخف ولا تخشى لومة لائم، فالله جل وعلا أولى أن تخشى وتخاف، فربك قوي عظيم، هو الذي سوف يتوفاك، هو الذي سوف يحييك بعد موتك، وهو الذي سوف يحاسبك جنة أو نار. قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ينجيكم الله بها. قولوا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يعزكم الله بها. معقود مربوط. نعم. طيب، سوف نساعدكم بإذن الله جل وعلا، نساعدكم بزمزم إن شاء الله. إذا كان في قلوبكم خيرا فزمزم سوف يساعدكم، أما إذا كنتم منافقين فزمزم سوف يمزق جلودكم. نأتي الآن بزمزم بإذن الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر.
الله لا إله إلا 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 الله
إلا الله لا إله 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 إلا الله. لا إله إلا الله. من بقي في البدن يسمع الآن. رأيت ما حصل الآن؟ هناك من قتل، هناك من مات شر موتى بإذن رب العالمين، هناك من توفاه الله، والذي بقي الآن يسمع قذف الله في قلبه الرعب. هذا مصير كل معاند، هذا مصير كل جاحد بآيات الله. ما زلت أعظكم طاعة لله ولرسوله. أسلموا تسلموا، أسلم تسلم يا عاشقة يا مربية يا حية يا عجوز، أسلمي تسلمي إني لك ناصح أمين. يا ثعبان يا خادم المأكول والمشروب، أسلم لله تسلم إني لك من الناصحين. هذه فرصتك. يرفع التوحيد وأسلم لله يعفو عنك. إن أبيت سوف نحاربك ونحارب كبيرك وسيدك وملكك حتى يحكم الله بالحق وحتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. يرفع التوحيد خير لك أن تسلم لله أم نكمل في الحرب؟ نكمل، ما في مشكلة. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
ورفع التوحيد. الحمد لله رب العالمين. يعز الله جل وعلا دينه، يعز الله جل وعلا هذا الدين القيم، يعز هذا الله الدين، دين التوحيد، دين لا إله إلا الله، التي من أجلها قامت السماوات والأرض. خير ما فعلتم يا عباد الله. من لم يتوب الآن فمتى يتوب؟ من لم يرجع اليوم فمتى يؤوب؟ وربكم يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. توبوا يا معشر الجن من قريب، بادروا سارعوا ما دمتم في زمن الإنذار، فالعمر منهدم والدهر منصرم وكل حي غايته الفوت وكل نفس ذائقة الموت، ومن حضره الموت لن تقبل منه توبة ولم تنفعه أوبة. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. إلى من يلجأ الكل مذنب، إلى من يلجأ كل المذنبون، وعلى من يعول المقصرون، وإلى أي مهرب يهربون، والمرجع إلى الله يوم يبعثون، يوم هم بارزون يخفى على الله منهم شيء، فأقبلوا على الله بتوبة نصوح وإنابة صادقة وقلوب منكسرة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب عليه. التائب من الذنب كمن لا ذنب عليه. قولوا معي: أشهد أن لا إله إلا الله. أينطق الشهادة. قل أشهد أن لا إله إلا الله. هيا أنطق الشهادة حتى تقبل منك، لابد أن نسمعها. قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هيا قل، أنطق. هيا هيا أقبل إلى الله. قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يغفر لك الله بها. إذا كنت خائف على ملكك وعلى هيبتك تبقى لك هيبتك ويبقى لك ملكك يا ملك، ويزيدك الله ملكا على ملك، تبقى لك قيمتك وهيبتك وتكون ملك عادل. عندما أرسل الله جل وعلا موسى عليه السلام إلى فرعون، قال نبي الله موسى عليه السلام لفرعون: يا فرعون يبقى لك ملك مصر والنيل والأهرامات والهيبة، ويزيدك الله قصرا في الجنة إن أسلمت لله. وكاد فرعون أن يسلم، كاد فرعون أن يسلم. قال: يكون لي قصر في الجنة ويبقى لي ملك مصر. قال: نعم إن أسلمت لله. ولكن وزيره هامان ضيع عليه الفرصة وقال له بأن موسى سحرك. يقول لك الآن بأن هناك سحر في البطن، صح؟ أنت معقود بالمأكولة، ربطوك بمأكولة. إن شاء الله بإذن الله إذا أخرجنا السحر سوف تفك لك القيود والسلاسل، صح؟ بإذن الله. ولكن لكي أساعدك لابد أن تكون مسلما. أنا أساعد المسلمين فقط. أسلم أساعدك بإذن الله جل وعلا. معقود في اللسان، قال أنا معقود في اللسان ما نقدرش نتكلم. طيب
أسلم لله وأنطق الشهادة بقلبك، أنطقها بقلبك، والله جل وعلا رب القلوب. أنطقها بداخلك. هيا رفع التوحيد، التوحيد. شوف سمعتك، شو اسمع لي، اسمع لي. أعرف أنك معقود في اللسان، مربوط مقطع لك لسانك، نعلم هذا، ولكن لابد أن تسلم بالقلب أولا. وخا طيب قل بقلبك، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هيا أنطقها فقط بقلبك. قل معي بقلبك وجوارحك: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أعاهد الله أن أبقى على دين الله وأن أتعاون على البر والتقوى، وأشهد الله أني أسلمت حقا وصدقا وليس كذبا ونفاقا، وإن كذبت فيحق علي القصاص والقتل. الحمد لله، الحمد لله. اللهم تقبل منه يا رب العالمين، اللهم تقبل منه يا رب العالمين. اللهم فك قيوده يا رب العالمين، اللهم فك سلاسله وقيوده وأغلاله يا أرحم الراحمين. اللهم إنه عبدك يا رب العالمين، أسلم لك. اللهم اغفر له واقبل شهادته واقبل توبته واقبله يا رب العالمين، واغفر له وفك قيوده يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق من رقق الذنوب، اللهم اعتقنا من رق الذنوب كلنا، وخلصنا من أشر النفوس كلنا، وباعد بيننا وبين الخطايا والذنوب يا رب العالمين. اللهم أجرنا من إبليس الملعون، اللهم أجرنا منه يا رب العالمين. اللهم طيبنا للقائك وادخلنا في حزب أوليائك، وارزقنا الرضا بقضائك والصبر على بلائك، وقنعنا بعطائك، واكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الحليم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سوف نساعدك بإذن الله يا عبد الله. أنت الآن مسلم، أنت منا، أنت أخونا في الله. نخرج السحر الذي في البطن بإذن الله جل وعلا، ثم نفك لك القيود بإذن رب العالمين. وما هذه إلا الجلسة الأولى معنا، إن شاء الله بإذن الله باقي أمامنا جلسات بإذن الله رب العالمين. إخوان، قبل أن أختم الجلسة أنا أعطي يعني نقطة مهمة على السريع. مشى الحال، اسمعوا لي جيدا، اسمع لي مزيان. سبق وتكلمت مرارا وتكرار، شرحت بزاف حوايج فيما يخص الروحانيين والرقى المزيفون واصحاب الطاقه النورانيه والعلاج بالطاقه والعلاج بالطاقه الزرقاء والصفراء والحمراء وداك الشيء. احاول ان انور الناس على قدر المستطاع. كاين اللي غادي يسبني، كاين اللي غادي يعايرني، كاين اللي ما غيحملنيش، وكاين اللي غادي يبغيني، ماشي مشكل. انت حر، انت حر في مشاعرك، ولكن كلامي غدور وغتقلب عليه. خذها مني، نبصم لك عليها. غدور دور 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 وغتقلب عليه. بس اسمع لي مزيان. هذا الشاب، هذا الرجل يصلي قيام الليل، قرآن، الصدقات، الخير، دمروا روحاني.
انه كانش عارف بانه روحاني. انا ذكرت لكم شكون هو، وانا اعطيتهم سميتهم علي بابا والأربعين حرامي. هذو عصابه علي بابا والأربعين حرامي، راه كل يوم هناك مخططات تجاه المسلمين، فهذا وقع في يد روحاني. فلهذا وجب علي ان اذكركم جميعا وانتم تسمعون الان، اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد. ما كاينش راقي نوراني، ما كاينش راقي روحاني، ما كاينش. كاين راقي شرعي، والذي يرقي بالقران والكتاب والسنه. وردوا بالكم، هذاك الراقي الشرعي وتخاف منه. اذا وقعت في يد ساحر راك مشيتي، راك مشيتي. والان اصبحنا نعيش في زمان الان الصادق ولا كاذب والكاذب ولا صادق. الان اصبحنا نعيش في زمان فيه تخلطت فيه الامور، راه كلشي ولا راقي. العجب. دخل غير دابا دخل تيك توك وشوف، غتلقى الشريفه النورانيه، الشريف النوراني، الراقي الروحاني، المعالج الروحاني، التخطوقي الروحاني، الكشكوشي الروحاني، طير الجبال الروحاني، حاكم الجان منذ عهد سليمان، هذا سميه حاكم الجان منذ عهد ابراهيم، قاطع الجان، قاهر الجان، ناحر الجان. غتلقى الاسماء. سول نفسك علاش هاد الاسماء كلها. الذي اراه راه عجب. والان ولات موضه اخرى، ان دابا الان حتى النساء دخلوا في الرقيه. ماشي عيب، حنا ماذا بينا يكونوا رقاع نساء ورجال، ولكن الرقى ماشي كذوب. وحده ما فينا مدينه خدامه في وزين الخياطه ولا وزين الكابلاج وما عرفتش كدير، لان هذا فيه تشويه لسمعه الاسلام والمسلمين وسمعه الرقى. ومسميه راسها الرقى الراقيه النورانيه الشريفه ما عرفتش كدير. تبطل السحر في حصه واحده، كتقتل الجن في حصه واحده، تبطل الاسحار في حصه واحده، ثم تنحر الجن. عندها طاقه وكدير الحجامه للرجال. تخيل معايا هذه فين كاين هادشي في الدين؟ هل يجوز ان المراه تقيس الراجل؟ هل يجوز؟ غنمشي انا عند هاد المعالجه، انا حمق، انا غنمشي عندها وغادي نهز الملابس ديالي نقول لها فاك بغيت الحجامه ديال العقم، بغيت الحجامه ديال الضعف الجنسي، حجامه العورات. كدير الحجامه للرجال وهذا الشيء موثق بالفيديو. واش هذه راقيه؟ وكتكلم بسميت الدين والقران وبسميت السنه. ردوا بالكم. واش انا غادي ندير حجامه النساء؟ غادي تجي عندي اخت ندير لها حجامه؟ انا كندير الحجامه راه منذ 15 سنه، وكندير دورات تكوينيه في الحجامه. ما يمكنش، لا يجوز، لا يجوز. فردوا بالكم. راه اللي ما لقى ما يدير كيولي روحاني. اللي ما لقى ما يدير فاق الصباح نعس فاق غنولي روحاني. شنو هي بزاف لك الروحانيات؟ شنو هي روحاني؟ ها اللي كيعالج بالطاقه النوويه، ها اللي كيدير الوصفات بحال والله العظيم نقول لكم هذا الشيء ما خاصش نقولوا. تواصلت معايا واحد الاخت الله اعلم من اي مدينه، شي وحده في التيك توك دارت واحد الوصفه ديال ابطال العكوسات غير بالملحه. اخوان راه كيديروا السينيال اللايف، اللايف كيتسينيال الان. شوف هذا الله دارت واحد الوصفه ديال انه اللي بغى يحيد العكوسات وبغى يحيد الثقاف ويحيد تعطيل الزواج يجيب الملحه ويحرقها فوق راسه. كتجيب الملحه وكتحرقها، وهذا في حد ذاته السحر. الاخت ربما غتكون كتسمعي الان، ما طبقات على الاب ديالها من نهار دارتها الاب ديالها وطايح طريح الفراش.
ماشي اللي شفتوها ديروها، راه كاين المنطق كاين العقل اصاحبي. واش انت اللي شتيها كديرها راه كسرو، راه تيك توك عامر غير بالرقص والشطيح والرديح والروحانيين، ما كاين حتى شي حاجه اخرى، عامر غير بالفساد والعرا والفسق والفجور والروحانيين وكلشي ولا راقي. ما فهمتش، الرقى اكثر من الجن، اكثر من الجنون. ولكن فين هما الرقاع؟ فين هما؟ مكاينش. ها اللي كيتكلم لك على الجواد، ها اللي كيتكلم على الملوك، ها اللي كيقول لك سير ذبح، ها اللي كيقول لك انه كي عنده قوه، انه كيبخ كتبرا. كيضحكوا على الناس، يضحكوا عليكم بهذا المعنى هذا، كيضحكوا عليكم. فانا كنقول اللي كيمشي لهاد الناس نغسل عليك يدي، انا لله وانا اليه راجعون. شنو يقول لك؟ هذه ضحيه من ضحايا، وعندي بزاف ديال الضحايا وغتشوفوهم في المباشر، غتشوفوهم في المباشر، ضحايا ديال الرقى مزيفون روحانيين، منهم الدار البيضاء، مراكش، اسفي، العرايش، كنتحداهم بواحد بواحد، خرج في عيني انا هذاك اي واحد. ما دمت على الحق ما تخافش، نخرج في عيني بالعلم بالفقه بالقرايه، ماشي نضحك على الناس. نجي نجالسك انت براسك، اجي اي واحد اناظرك، ولا كيقول لك نحر الجين، اجي نحرو عندي هنا المركز، اجي عندي هنا العنوان عطيه لك موجود، اجي نحرو عندي هنا قدامي. كيضحكوا على الناس. ولا واحد مجلس جالس وحط حداه الزوجه ديالو، حط زوجته حداه زهريه، وتيقراو ايات احضار الجن، باش كيجي واحد الجن المسلم باش كيتحارب معاهم. شت تخربيق، هادشي ما كاين لا في السنه ولا في العلاج، بعيد كل بعد العلاج. والحالات اللي كيجيو عندي سبحان الله اللي كيكونوا دار واسفي والعرايش والرباط وكازا ومراكش، تيجيو لعندي انا كينزلوا عليه فوق راسي. واش ما عينك دابا تحارب مع الماسونيه اللي دخلت بالزوريه وبالمولود، ولا تحارب مع اصحاب الانس الروحانيين؟ كيبقى فيا المريض، حق الله العظيم صراحه تيبقى فيا المريض اللي كنشوف حاله شاب بحال هكا، شاب مشى عند راقيه لا اسر الرقيه، صدق جاي مريض. بسم الله تحضرون، يلا ودو دابا حنا كنبداو نتحاربوا مع باش تطلع ماسوني بعدا. بس راه غالطين. اسمع، تيقول لك الجن الشيطان، ان كيد الشيطان كان اي راه كيد ضعيف، وراه اصحاب الانس قوته. باش تجبد انت تجبد ماسوني كبير طلعوا، طلعوا بايات الكرسي. انت يلاه حافظ ايات الكرسي، بسم الله تحضرون، ما حضرتها واحد راه ما كاين والو. ولا واحد حافظ الفاتحه بمشق الانفس ما حفظها، مسكين الزغوب ديال شعره طاح له باش يحفظ الفاتحه، وبغيتي يفكك مشكل. بالله اجلس في دارك، قرا غير البقره في الدار، ما قراش تقرا البقره يسمعها، وما تطيحش في يد روحاني لان غتضيع. اعطيكم واحد النقطه قبل ما نختم باختصار، ما غنعطيكمش السميه وانما غادي نمعني لكم، غادي نعطيكم غير المعنى وانتم كمل من عندكم باش تعرفوا بان حنا ما ناعسينش. انا ما ناعش الحمد لله، حنا ما ناعسينش، راه فايقين، حال عيني حال ودني، كنسمعوا كنشوفوا. كنت سبق لي وتكلمت على واحد اليوتيوبر انه تعرض للسحر، كيدير لك مغامرات ديال كيدخل الاماكن الخاليه والمهجوره، وكان تيقرا داك الشيء ديال الكتاب ديال شمس المعارف وداك الشيء. وكانت واحد الضجه ناضت واحد الايام انه مسكين مريض وكذا وكذا وكذا، وما لقاش اللي يعاونو. بلا ما تقول السميات راكم عرفتو وانا عرفتو، لان نعطيكم واحد السر الان انتم ما عارفينوش. وهذا السر غنقولوا للناس كيسمعوا الان باش يوصلوا لهم، باش يعرفوا بان حنا ما ناعسينش، راه ذكيين. عندكم اصحابكم بان راه الشعب مكلخ، الحمد لله المغاربه راه ذكيين،
فهذاك اليوتيوبرز كانت واحد الضجه ديال الصحافه، وجات الصحافه بسرعه، الصحافه الالكترونيه، وتدخلوا فيها شي وحدين صحاب السنطيحه وصحاب البوز. انا كنسمي صحاب السنطيحه والبوز، السنطيحه والبوز. من بعد واحد المده داك اليوتيوبرز اختفى على الانظار. من بعد خرج التصريح، وشنو قال؟ واسمع لي مزيان دابا، اسمع، عطي غير المختصر المفيد ونخليك انت تدورها في عقلك، تدورها في راسك. خرج التصريح قال بان الحمد لله تشافيت وانا ما كان فيا والو، وقال بانه انه كان مريض او اصيب بمرض ليس له علاقه لا بالمغامرات ولا بقراءه كتاب شمس المعارف ولا اي شيء، وانما كان عنده مرض قديم منذ سنين. ثم وثق واكد باليقين انه الجن لا يستطيع ان يحمل ورقه ولا يستطيع ان يفعل شيئا، حتى اذا لو قرات كتاب شمس المعارف ما فيه حتى مضره. ما هي الرساله هنا؟ اصحاب العقول النابغه، العقول النظيفه، ما هي الرساله؟ شنو هي الرساله وصلت الان؟ شي واحد يقول لي الرساله. الرساله فاش يقول لك بان كتاب شمس المعارف غتقرا ما فيه والو. كتاب شمس المعارف الا قريتي منه غير الحرف الاول مشيتي. كنتكلموا بعلم. تدخلوا سحرة كبار، تدخلوا سحرة كبار، من ضمنهم دوك الذين اصحاب البيوت والسنطيحه اللي كانوا كيتسابقون من اجل الشهره باش يعالجوه. دارت صفقه. شنو هي الصفقه؟ غتبرا وغتخرج تصريح تقول بان هادشي كله ما عنده حتى علاقه لا بالمغامرات ولا بالديور المهجوره ولا بالمقابر ولا كتاب شمس المعارف، باش الشباب يتشجعوا يمشي يدير المغامرات ويقرا شمس المعارف. شي السياسه الابليسيه فين غادا؟ وخصكم تفيقوا، مابقاوش غير ناسين. ثم دارت مسرحيه عند واحد سميه شراكه انا انه ماشي هو، جاب واحد الانسان وصور ليه غير النص كانه هو ذاك اليوتيوبرز، وقال بان رعيشه وفلانه وزعطوطه وكريطه وميره وملكه وكذا وكذا، وحقا ما غادي يصور ليه غير النص ما بينش وجهه، حتى الصوت ماشي بحاله، حتى يؤكد للناس بان الذي تعالج راه هو اللي عنده في المركز، ولكن العلاج كان على يد السحره. كان اتفاق ما بين هذا اليوتيوبرز وما بين سحرة كبار، قالوا غادي نحاولوا نحيدوا لك الجن بامر ابليس، بخاطر ابليس. وغتخرج تصريح تقول الناس انت ما وقع لك والو في الديور، في البيوت المهجوره، ما وقع لك والو في الاماكن الخاليه، ما وقع لك والو في المزابل اعزكم الله، ما وقع لك والو في المقابر. كتاب شمس المعارف ما كيدير والو. خرج التصريح، هو الاتفاق بيناتنا، وهي الصفقه، والسلام عليكم. وهذا هو الميساج. فهم انت مزيان، وسير قرا انت شمس المعارف ديال المغامرات. انا اقولها للناس، وجاءتني حالات قرات شمس المعارف، وجاءتني حالات ودار لعبه ويجا غير بالضحك، كانوا كيلعبوها في البيت ما بين الاخوه والاخوات. وجاءتني حالات ديال بلا ما نهضر السميات انهم كانوا كيمشوا للمزابل اعزكم الله والخلاء والمقابر. فنصيحتي لكم، بعد من شمس المعارف، بعد من المغامرات، بعد من الديور المهجوره. ما تبقاش تشوف اي اللي شتيها في اليوتيوب تبعها، سير جنب الحيط باش تنجي نفسك. لان الان كاين هدف واحد ابليس عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. كاين هدف واحد الان حاليا دابا، كاين هدف واحد لابليس، انه يجمع اكبر عدد ممكن
من مرضى المسلمين استعدادا لخروج الدجال. جملة قصيرة ومفيدة كيجمع أكثر عدد من مرضى المسلمين استعدادا لخروج الدجال، خصوصا الزوهريين مثل ذاك اليوتيوبرز، فهو زوهري ومسكين ما عارفش. فردوا بالكم، ماشي اي وصفه تطبقها، ماشي اي حاجه شفتها في اليوتيوب ديرها او في التيك توك ديرها. ما تثقوش بالمظاهر، الصور شكل والحقيقه شكل. حنا كنا في وسط واحد اللعبه وكنا عارفين قواعدها وقوانينها. الا قدروا يضحكوا على الناس حنا ما يضحكوش علينا. حنا راه اساتذه الحمد لله. حنا راه 15 عام وحنا جالسين هنايا، 15 عام وحنا في القتال وفي الحرب. غاديش تجي نتايا تدوخنا ندوخو 100 منك. حنا راه يوميا في الحرب مع الماسونيين، مع كبار الماسونيين اللي انت عمرك شتيهم ولا عمر جا عندك شي ماسوني من كبار 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 ابناء ابليس. تواضعي الحمد لله، حتى الكمامه ما كنحيدوهاش. ما بغينا شهره، ما بغينا بلوز، بغينا غير الامه الاسلاميه تبقى محافظه على الدين ديالها وتبقى ثابته على هذا الدين وثابته على الاسلام، ثابته على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى ثابته في امور، في كل ما يخص امور الدين، تبعد من السحر، تبعد من المشاكل. هذا هو الهدف ديالنا، ما عندناش شي هدف اخر. حنا كنحاربوا ابليس والاتباع ديالو باش انت ما تطيحش في المشكل، تطيح انت واختك والام ديالك والزوجه ديالك والابنه ديالك. واضح؟ فكنتمنى من الله ان تكون رسالتي وصلت لكم، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى انكم تقبلوا كلامي برحب السعه، ماشي تقبلوا بضيق في الصدر وتقبلوا بالكراهيه. راه بغيتك غير الخير، راه ما كتخلصنيش انت على هادشي كنقول، انت ولا انتي. واش كتخلصني هادشي كنقول؟ راه ما كتخلصنيش. راه فاش كنوقعوا لي انا مشاكل او تصاريط راه ما كتنفع لي لا انت لا غيرك، ولكن احتسب الاجر والثواب عند الله. كنجمع الحسنات وكنجمع الاجر. ربما الاجر نتاع هذا الكلام اللي قلت الان ينجيني امام الله يوم القيامه، ربما، او ينجيني من شي مصيبه كبيره تكون جايك شي مصيبه وتجي الحسنه وتوقف لها، والله سبحانه وتعالى يحول بينك وبين ديك المصيبه بامر الله. ربي يقدر لك قضاء ولكن يلطف بك. انا كنتخلصش على هادشي كنقول، ما كنتخلصش على المعلومات اللي كنعطي، حتى شي واحد ما كيخلصني وما واقف حتى واحد يخلصني، الحمد لله اللهم لك الحمد. وانما كنحاول اننا نعطيك المعلومات عسى ان تنقذ نفسك وتحمي الزوجه وتحمي ولادك، تخليوش يطيحوا في هذا المشكل. حتى لما قدرش تدعي معايا خذ غير المعلومات وطبقها بلا ما تدعي معايا، فالله تبارك وتعالى راه هو رب القلوب ويرى كل شيء. هذا هو الكلام اللي غادي نقول لكم. ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى غدا عندنا الجلسه الثانيه مع هذا الشاب الان، ثم عندنا حالات اخرى، جلسات اخرى اشد تعقيدا واشد صعوبه واشد، ولكن الله المستعان. ان شاء الله تكون فيها فائده لكم انتم ان شاء الله. فموعدي معكم غدا باذن الله تبارك وتعالى. احبكم في الله، واسال الله العظيم ان يجمعني واياكم في الجنه الاعلى مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.